وزع بطاقتها وبيحاول يتعرض لها. وقف على باب شقتها وفضل يزعق وكان هيكسر الباب علشان تطلع له من جوه. ايه اللي بيحصل مع البلوجر نانسي ياسر، وازاي يوسف بيعمل كل ده بعد ما الجمهور كان شايفه هادي وبريء؟ تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. نانسي ياسر في الساعات اللي فاتت بقت حديث السوشيال ميديا كله، والناس ملهاش سيرة غيرها. بس المرة دي مش عشان فيديو مثير للجدل هي عملته كالعادة، لكن ده بسبب طليقها يوسف اللي طلقها قبل فرحهم بأيام، رغم إنهم كانوا كاتبين الكتاب من بدري والأمور بينهم كلها كانت تمام. وبعد الطلاق نانسي رفضت تماما تتكلم عن أي أسباب، وقالت إن دي حياتها الشخصية ومحدش ليه حق إنه يتدخل فيها. لكن اتفاجئت هي والجمهور بعدها بأيام إنه يوسف طالع مع واحدة جديدة وبيقول إنها خطيبته، وعمالين بيجيبوا في سيرة نانسي ويلقحوا عليها بالكلام، وبيقول إنه طلقها علشان اكتشف إنها مش تمام، وكلام تاني كتير بنفس المعنى. لكن برضه نانسي فضلت ساكتة ومردتش لحد ما زهقت من اللي بيحصل، والناس قالت لها انتي لازم تردي وما ينفعش تفضلي ساكتة كده، وضحي الحقيقة كلها، احنا كلنا مصدومين في يوسف. وطلعت نانسي وقالت ايوه انا كمان مصدومة فيه، لكن الحمد لله ان ربنا نجدني، انا كنت متجوزة حرمة. ده واخد بطاقتي بيوزعها على كل الهاكرز اللي في مصر علشان يقفلوا الاكونت بتاعي، وكمان كان بيتعرض لي علشان بيحاول يتكلم معايا وانا كنت برفض. من بعد الطلاق وهو مش سايبني في حالي، بس انا علشان واحدة متربية وعارفة الاصول مش هتكلم اكتر من كده غير لو اضطرتني. وكملت وقالت انا كنت فاكرة انه عايز يبقى راجل بتاع سوشيال وياكل عيش من المجال، لكن بعد كتب الكتاب لقيت انسان تاني عاطل وبيخليني انا اللي اصرف عليه، وحاجات انا ما كنتش اتخيلها، خد غرضه مني وسابني. والاول مرة الجمهور كله يقف في صف نانسي، على عكس الاول لما كانوا بيهاجموها وبيقولوا لها انها بتاعت ترندات وبتستغل كل حاجة علشان الفلوس. لكن نانسي طلعت مظلومة واللي حواليها هو اللي كان بيستغلها، وكمان دلوقتي بيشهر بيها وبسمعتها. دلوقتي بقى جدوركم تقولوا لنا شايفين مين اللي معاه الحق، نانسي ولا يوسف؟ وايه رأيكم في تصرف يوسف بعد الطلاق؟ سيبولنا رأيكم في الكومنتات.